دائما في اطار اللقاءات الاعلاميه اللي كيقوم بها بيت الصحافه والاعلام بمدينه واديزم، اللي كانت كتهم جماعات قرويه عديده وجماعات حضاريه. اليوم نحط الرحال جماعه معدنا. اذا هناك علاش درنا هذه اللقاءات؟ بغينا الاعلام انه ينفتح على الجماعات، لان المواطنين يتساءلون بكثره عن انجازات الجماعات القرويه والحضاريه، وبصفتنا الاعلاميه كنحاولوا نوصلوا للمواطن، نكون واحد صله وصل ما بين المسؤولين في الجماعات وما بين المواطن. لهذا السيد الرئيس غنحاولوا غادي نتكلموا على واحد ثلاثه المحاور اللي هي كبرى، اللي الساعه غادي نفصلوها ما بيناتنا. كاين علاقه الجماعه بالجهه في اطار المشاريع المبرمجه او التي ستبرمج والتمويل ديالها. كاين المحور الثاني، كاينه البنيه التحتيه ديال الجماعه بصفه عامه. والمحور الثالث علاقه الجماعه المحليه بالمجلس الاقليمي وبكل المانحين بصفه عامه، اي مؤسسه مانحه بصفه عامه. ورابعا غنحاولوا نتكلموا على عمل الجماعه، ما تم تنزيله وما سوف يتم تنزيله، ولا بعراقلها وبكل شيء. اذا غنحاولوا نفتحوا اللقاء الاعلامي. كنحاولوا سيد الرئيس ان يكون صدر رحب. الاسئله اولا، الاسئله او الاستفسارات اللي غادي نديروا هي للمواطنين باش حتى هما يطمئنوا. اللي تيقول لك ان صوتنا على وعد الناس وثقنا فيهم، بغيناهم يخدموا المنطقه، هذا هو اللي كاين. اذا نشوف الاخ فتح الله يعني شي سؤال سيد الرئيس. اولا كنبغيو نشكروا السيد الرئيس على الاستضافه هذه، وكنتمناو يكون عنده واحد الصدر رحب في اطار هذه الجوله اللي كنقوم بها على مجموعه من الرؤساء ديال الجماعات اللي تابعين الدائره ديال مدينه واديزم. كنتمنى الاجوبه ديالو تكون شافيه وشفافه بالنسبه للتساؤلات اللي كيطرحوها المواطنين والمتتبعين ديال الشان العام المحلي بالنسبه للجماعه ديال المعدنه. سي رشيد، هذه الولايه الثانيه ديالكم، ماذا تغير وماذا لم يتغير في الولايه الثانيه؟ هذا كمقدمه للدخول في صلب الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد. السادة ممثلي جسم الإعلام بمدينة واديزم والدائرة، السادة أعضاء المجلس، السادة الضيوف الكرام، يطيب لي أصالة عن نفسي ونيابة عن كل أعضاء مجلس جماعة المعادنة أن أرحب بكم أشد الترحيب بمقر الجامعة استجابة لطلبكم المؤرخ في 15 أبريل 2024. وأتمنى صادقا أن يكون هذا اللقاء مثمرا ومكرسا لمبدأ الشفافة ومساهما في تمكين المواطنات والمواطنين من الحصول على المعلومات الموجودة بحوزة الدائرة من خلال تمريرها عبر القنوات الهيئات الإعلامية المحلية. وقبل أن أفسح لكم المجال لطرح استفساراتكم حول تدبير الشأن المحلي بالجامعة المعادنة، اسمحوا لي في عجالة أن أضع بين أيديكم المعطيات التالية. كاين المعلومات العامة عن جامعة المعادنة، جرد المشاريع المنجزة المعادنة ابتداء من 2015 وقبل 2015 مادام كنا في المجلس غادي ندخلوها حتى هي شويه، وغنديروا جرد المشاريع اللي في طور الانجاز والمشاريع المقترحه بالجامعه. فيما يخص خلال هذه الفتره من 2015 2000 وتقريبا دابا احنا في 24 قمنا بمجموعه من المشاريع بالنسبه للتجهيز، الماء، الضوء، الطرق، الصحة، التعليم، هذا هما الأساس. قبل غنعطيكم واحد التعريف على الجامعة بعدا باش تعرفوا الجامعة والموقع ديالها وفين توجد وعلاش تعتمد الجامعة وداكشي. وحديث جامعة المعادنة سنة 1956 تقدر المساحة الإجمالية ديالها تقريبا 160 ألف كيلومتر مربع. يبلغ عدد سكان الجامعة حسب الإحصاء ديال 2014 6220 نسمة، يتجمعون على شكل 3 دواوين كبرى. تتكون من 3 دواوين كبرى هي الحوازم، الشاشقة، ولاد حمادي
والنسبه الله يعطيكم تقريبا داكشي تقريبا النسبه ديال الحوازم 35%، النسبه ديال ولاد حمادي 35% الساكنه، والنسبه ديال ديال العشاشقه تقريبا 30%، هي 100%. وتتكون من 15 عضو، من 16 عضو، 5 نساء و11 ديال الذكور. تتوفر الجامعة على تصميم مصادق عليه بتاريخ 16 نوفمبر 2017 بوجود بمركز الجامعة 24 دكان تجاري وحوالي 50 منزل. توجد جامعة معادن من مؤهلات سياحية كفضاء واد قرو بغابة ولاد حمادي، وباعتبارها منطقة للصيد والاصطياف، لكنها تفتقر إلى تجهيزات أساسية كالفنادق والمخيمات والمطاعم. ينظم بجامعة معادنا موسم الوالي الصالح سيدي محمد بن البصير، يقام سنويا خلال شهر شتنبير اللي تقريبا دابا المدة الزمنية ديالو تقريبا 100 عام 120 عام دابا باش يتنظم هذا الموسم ديال حفظة القرآن. اليوم راه الحمد لله راه مشى بعيد بزاف، اليوم راه جينا نشوفوا من اكبر المواسم على صعيد الجهه ديال حفظ القرآن اللي اليوم وصل العدد ديال الطلبه ديال السماله فيه تقريبا 1400 فقيه حامل القرآن. وهذا الموسم اللي تكون فيه لا حفظ القرآن وتكون تيحيو فيه ذكريات في الليالي ديالو. وكاين موسم مهرجان السماعله اللي تيتقام في التراب ديال المعادنه اللي كانت هذه هي النسخه السابعه اللي حنا على الابواب ديالها حنا مستعدين لها ان شاء الله، نظرا للظروف بدينا فيه 2000 تقريبا و14 اول نسخه ديالو، وجات الظرف فيه ديال كورونا تقريبا 3 سنين ما دارش. تتوفر جامعة معادن على شبكة توزيع الماء الشاروب تسير من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب قطاع الماء. تتوفر الجامعة على شبكة كهربائية تستفيد منها تقريبا 1800 كانون، هي تتسير من طرف المكتب الوطني للكهرباء. تتم عملية تطهير السائل عن طريق حفر مطمورة أو النفايات الصلبة تدبر من طرف مجموعة الجامعات الترابية. تم التأهيل ديال مركز الجامعة 2020. تتوفر جامعة معادن على شبكة طرق يبلغ طولها حوالي 84 كيلومتر، منها 41 كيلومتر مصنفة وحوالي 60 كيلومتر من الطرق المعبدة الغير مصنفة تسمى طرق جامعية، هذه اللي تأهلت فيها الظرفية. كل تراب جامعة مغطى بشبكة الهاتف النقال تقريبا 100%. يوجد بالجامعة معادنا مدارس 2 مركزيات و8 الفرعيات وثانوية وإعدادية، داخلية ديال الثانوي وداخلية ديال الإعدادي ودار الطالب والطالبة. تتوفر جامعة على مستوصف وقاعة للولادة غير مشغلة، ولكن نحن في طور الاشتغال ديالها إن شاء الله غادي تشتغل مقربا. وكاين عندنا مستوصف بالطبيعة. يوجد بالمركز مقر جامعة معادنا والقيادة بالمركز، كاين الجامعة والقيادة في نفس الوقت لأن تجتمع هنا ديال الأم. تتوفر جامعة على برنامج عمل للفترة من 22-27 مؤشر عليه من طرف السيد العامل الإقليم خريبكا. مداخل الجامعة محدودة بحكم أنها لا تتوفر على سوق أسبوعي ولا مقالع ولا تجزئات ومرافق عمومية، وتعتمد بالأساس على في ميزانية على العائدات ديال الضريبة على القيمة المضافة. هذه هي فيما يخص نبذة عن الجامعة كلها. فيما يخص السؤال اللي طرحه سي فتاح، بحكم تقريبا من 2015 هنا تقريبا فيما يخص غنبداو من الطرق، غنبداو ندوزو للصحة، غندوزو للتعليم، ندوزو لكل نقطة على حدة. تقريبا فيما يخص الطرق اللي تم الإصلاح ديالها، كاين بناء وتعبير الطريق الإقليمية 35-25 الرابطة بين مدينة وادي زم ومركز جامعة البراكسة اللي عندنا فيها الجامعة 10 كيلومتر، هذه تقريبا في 2016 خدمت الطريق. بناء وتعبيد قطاع الطرق الرابط بين مدينة واد الزم ودوار البراهمة 3 كيلومتر ونص، هذا في 2021. هادو كلهم صاحب المشروع هي الجهة، حنا غنقول لكم اللي ديال الجهة غنقول لكم ديال الجهة، واللي ديال العمالة ديال العمالة، واللي ديال الشركاء الآخرين غنقول لكم أي حاجة غنقولها لكم. بناء وتعبيد طريق النخيلة 12 كيلومتر ونص من طرف شراكة بين الداخلية والجهة. بناء وتعبيد طريق عين الكراد الرابطة بين طريق النخيلة ودوار المحافظة كيلومتر ونص، هذه ديال الجهة.
بناء وتعبيد طريق أولاد عبو الرابطة بين طريق 312 والطريق النخيلة 3 كيلومتر ونص، هي عند دوار الحوازم 3 كيلومتر ونص، هذه أخرى هي. بناء وتعبيد طريق الرابطة بين الطريق الإقليمية 3508 والنقطة الكيلومترية المسماة الفج بدوار أولاد عياد لا عين مو، ومرور بالمركز تقريبا 14 كيلومتر. هنا عند أولاد حمادي هي تم التعبيد ديالها من طرف الجهة بشراكة مع الجامعة. فيما يخص كاع هذه المشاريع الجامعة كانت وجدت دراسة. نكملها أستاذ، راه باقي الطرق، راه باقي. لا انا في اطار هذا الاسترسال اللي كتسترسل. نحن نعلم جيدا بان الجماعه ديال المعادنه استبدت في الولايه السابقه، استبدت بواحد الشكل كبير من الجهه، هذا الشيء لا غبار عليه، ومجموعه من الدواوير والمشيخات اللي خدات حقها في اطار العداله المجاليه. السؤال اللي عندي انا، علاش الولايه السابقه كان هذا الكم الهائل ديال الدعم ديال الجهه، في حين ان هذه الولايه كاين هناك واحد الخمول؟ هل المشكل واش في المجلس الجماعي الحالي؟ نجاوبك. شكرا سي احمد. بما يخص بالنسبه قلتي ديال الجهه في الولايه اللي دازت والولايه اللي دابا، انا اللي تنشوف في نفس الولايه استفدنا. علاش استفدنا مزيان؟ دابا بالمقارنه دابا بالمقارنه دابا غنجاوبك. حتى الولايه استفدنا من الطرق في الولايه اللي دازت، استفدنا سيدي، استفدنا من حوايج اخرين تبارك الله. استفدنا من البراج، كانوا 4 البراج على الصعيد الجهه دينا منهم باع واحد المعادنه. استفدنا من المستوصف، كان على الصعيد اكبر مستوصف في الاقليم، استفدنا منه المعادنه. ولكن الفضل تيرجع للمجلس، المجلس كان خدام يخدم. درنا الدراسه. نزيدك الولايه اللي دازت، الجماعات اللي داروا، كاين الجماعات ما كانش عندهم اعتمادات واش غادي يديروا الدراسه. ففي الولايه اللي كانت قديم، الولايه القديمه، الولايه السابقه لا بلاتي باش نبقاو مركزين معاك. حنا دابا في الجهه، في اطار الجهه، الدعم ديال الجهه، باش نبقاو غاديين محور. دابا الدعم ديال الجهه في الولايه السابقه تقريبا كاينه واحد 6 ديال المليار اللي خدات الجماعه عندكم. تقريبا راكم محظوظين يعني بالمقارنه مع جماعات اخرين. راه التساؤل اللي عندي دابا هو بالرغم من ذلك فما كاينش داك، هل واش وصلتوا لواحد النوع ديال التخمه يعني في المشاريع، يعني صافي تبلوكيتوا ما بقى عندكم ما يتزاد في الجماعه، ولا كاين الاشكال في المجلس كمجلس ما قادرش انه يدافع على المشاريع؟ الله يجازيك بخير. دابا خاصك تعرف الاشكال في الولايه اللي دازت. كانت الطرق كانت بغيتي تصاوبي كودرون بيكوش مستحيل باش ديرها. استغلينا الفرصه، وجدنا الدراسه. الجامعات كاع اللي وجدوا الدراسه استافدوا، ما كاينش شي جامعه مستافده. السيد رئيس الجهه كان فاتح الابواب ديالو، تندقوا عليه البيبان ديالنا. السيد العامل تمشيو لعنده تنقولوا الله يجازيك، توجدنا الملفات. كان وقع واحد الاشكال، كان وقع واحد الاشكال في واحد الظرفيه، ولكن صلحناه. الواقع عاد باش نهضروا في الواقع، باش تقول لي ما كاين لا تخمه لا والو. حتى دابا جينا نحسبوا الحاصل اللي غنستافدوا في هذه الولايه اكثر من الولايه اللي دازت، ونعطيك انا بالتفاصيل. دابا السد تقريبا 3 الملاير، المستوصف تقريبا 700 مليون باش غادي يتقام. الكيلومتراج اللي تصاوبوا دابا في هذه الولايه، راه كاين الطرق اللي ما كملتش في الولايه اللي دازت، يلاه تكملوا في هذه. وزيد نهضروا بزاف، ما كاين ماشي تخمه. ولكن دابا كاين موجدين الدراسه ديال طرق اخرى على صعيد الجامعه. موجدين دابا واحد الطريق فيها 11 كيلومتر هي اللي واقفين عليها دابا، الطريق عين بواقي، باش هذه غتفك المشاكل على الساكنه كلها، ماشي ديال المعادنه، ديال السماعله. بالنسبه للطرق تقريبا موجدين 40 كيلومتر دايرين لها الدراسه ديالها دابا. 40 كيلومتر دايرين دراسه ديال 40 سقايه ديال الماء. هادو الطلبه كاع موجدين هما في الولايه هذه ودافعينهم هادو، وكاين ملتمسات وكاين مقررات ديال المجلس. لان اولا بعد المجلس تيرجع له الفضل، المجلس تيصوت بالاجماع، لان كل الناس تمشوا في اتجاه واحد، ودايرين واحد المقاربه بين الجماعه وبين الدواوير باش تكون حتى المساواه، تدور ما يضيع. بالنسبه للماء درنا 40 دراسه 40 سقايه. الجامعه في هذه الولايه هذه، في الجامعه حقات تقريبا 22 سقايه اللي تبنات في التراب ديال الجامعه، ودرناها بالتوازن على صعيد الدواوير كلها. ما كاينش شي دوار حيدناه ولا دوار درناه. ودرنا الاسواقيه في المكان اكبر تجمع اللي كاين،
بالنسبه للاناره دايرين طلب دابا عندنا ديك التوسيع ديال 100 كيلو للجهه، هذا دافع الطلب. دايرين طلب، عندنا واحد الاشكال في المشتى وكاين شي دواوين عندنا في المناطق الغابويه خاصه فيها الظرفيه ديال الجفاف وقله الماء والشح الظرفيه اللي فيها حنا اليوم تنطالبوا بشاحنه محمله بسهريج باش هذوك الساكنه نوصلوا لهم الماء، لان فيها الظرفيه دابا بعض المرات الماء تيتقطع تقريبا 20 ساعه 16 ساعه. وكاين واحد المشكل اخر هو انه عندنا شي قنوات تماك مادام ليناش المسافه بعيده من هنا تقريبا من الجماعه دابا هذوك الدواور تقريبا 40 كيلومتر. ما يمكنش بعض المرات تيوقع فويتات في لالين خاصنا ضروري تكون حسيتينا باش نعرفوا دوك الناس، لاناش عندهم في الصيف تيولي لا الماء حار. طالبين امبولانس لاناش عندنا امبولانس ما كافياش، طالبين للجهه. فيما يخص ان الماء الصحه الكهرباء تقريبا هذو هما الملفات هذو كاع طالبينهم للجهه، والدراسه ديال الطرق هذو دافعينهم طالبينهم، وحنا تندقوا البيبان ديالهم دائما تابعينهم وموجودين الدراسه كما تيقولنا الدراسه نقول لهم ها هي الدراسه ديال السقايط نقول لهم ها هي اي حاجه وغادي في الطلبات. السيد الرئيس هدر وقال بان الجماعه المداخل ديالها يعني شبه منعدمه فقيره وتعيش على التيفيه وعلى الدعم ديال الجهه والمجلس الاقليمي ومتدخلين اخرين. هذا الشيء لا غبار عليه. دونك الجماعه يعني كما قلنا استفادت من الجهه، استفادت. هذا ما غاديش نكروه. الواقع اللي كاين دابا هو انه واخا استفادت الجماعه مازال واحد الاشكال ديال الطرقات. يعني كانت مثلا جماعه الحوازم استفادت مزيان، او عفوا دوار الحوازم كان استفاد مزيان، يعني هذه كنعرفوها. كاين واحد الدوار مازال ما خداش حقه، اللي هو دوار العشاشقه. واحد البيست واحد البلاصه تيقول لها دوار زعارطه. يعني الناس كيتشكاو بانكم هاملين، بالرغم من ان الدعم كان من الجهه كان سخي جدا. فواش كاينه هنا كانت داخله شي حسابات في المجلس ولا اش؟ شكرا السيد. بيني وبينك انا ما كاينش قلت لك دوار ديال الزعارطه استفد من جوج سقايات حطينا له هادو في اطار المبادره. الدراسه ديال الطريق موجوده دابا، راه هي اللي واقفين عليها ديال عين بواكي، راه فيها 10 كيلومتر تمر من الطريق الجهوي 311 اللي تمشي لمولي بوعزه وتدوز على كاره الزهراء وتسود على عين بواكي وتمشي للنهضه. هذه راه هي اللي واقفين عليها. وكاين محاضر اللي بغيتو تسمى محاضر نعطيو باش تاكدوا. دابا الجهه مصيفطينهم ليها، المجلس الاقليمي مصيفطينو ليها، العماله مصيفطينو ليها. هذيك الطريق حنايا في اي اداره حاطينو فيها. فين ما جات هي الاولى، جات في الجهه مرحبا بها، جات في الفوارق الاجتماعيه مرحبا بها، جات في المجلس الاقليمي مرحبا بها، باش نكونوا واضحين في هذه الامور. باش تقول لي اللي عنده خو في الكوزينه ولا هذه، لا الفكره حنا كنا تندقوا بيبان اخرين. الواقع هو هذا. كاين الناس الله يجازيهم بخير، الله يرحم واحد السيد الله يذكره بالخير في هذا النهار قصب، كان هو اللي ادى معنا الامانه. كنا تمشيو ندقوا عليه وكان صديق ديالنا وتمشيو لعنده باش نحطوا له الطلبات ديالنا وتمشيو. بعض المرات تنبقاو حتى 12 ديال الليل في بني ملال حتى الوحده. ما يمكنش ندخلوا في هذا الموضوع. دابا الولايه هذه السي الولايه راه قلت لك هذه الولايه تقريبا لا جينا المونطو نحسبوا المونطو هذا نفسه هو اللي في الولايه اللي دازت ولا هذا اكثر. لا بغيت نقول لك انا بالحسابات غنقول لك انا هذه الولايه باقا 3 سنين فيها، ودابا راه فتنا المعدل ديالها. في الولايه اللي دازت من 2015 16 ما استافدناش، داكشي كان عيان. استافدنا حتى 2018 19، اذا تقريبا استافدنا فيها 4 المليار. ودابا في 2023 24 احنا وصلنا ل5 دابا اللي جينا نحسبوا وصلنا 5. اذا غنزيدوا غنفوتوا ذاك العدد. بالنسبه للطرق حنا كاين قلت لك نديروا توازن على صعيد الجامعه، توازن ما كاينش دابا. والاسبقيه للمواقع دابا بحكم عشاشكا كاينه الطريق الاقليميه 35 8 ديزا وسطهم، فك العزله عليهم الاغلبيه ديال الساكنه ديالهم، فك العزله ديالهم. الحوازم جاوا الوسط، ولاد الحمادي جاوا من الطرفين تا هما هنا. ديك الطريق الاقليميه خاصه دابا شي حاجه استعدوا منها. راه كاينه 6 كيلومتر هما هنايا طريق النخيله. دابا بدات من السونتر ومشات حتى للمدرسه ديال العشاشكا
باش نكونوا واضحين في هذه الامور. خاصك تعرفوا هذا الشيء. تلعب 6 كيلومتر فيها، وزاد حتى الاراضي الجموع حتى عند ايت العوني من الطرف ديالهم 6 كيلومتر فيها، اللي تابعه للشاشقه. كاينه طريق سيدي محمد البصير فيها 4 كيلومتر ونص تابعه للشاشقه. بالنسبه للسقايات نعطيكم فكره، السقايه كانت هي اللي دات المونطور الكبير من الجامعه 14 مليون فيها كيلومتر و400 اللي يصاوبوا لنا 3 سقايات في دوار اخر في الجامعه اخرى. احنا كايدين التوازن ودايرين فين ما كانت الكثافه ديال السكان تنحطوا هذاك المشروع. ما كاينش باش مستقلين، واستاذ الاعضاء راه عارفين هذا الشيء وراه كل شيء واضح. حنا عندنا وضوح الشمس تنريحوا تنتفقوا داك الشيء واضح وضوح الشمس. شكرا السيد الرئيس بعد على حسن الاستقبال. كاينه مجموعه من الاسئله تروج حاليا وسط متتبعي الشان المحلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، غادي نطرقوا لها من بعد. سيد الرئيس، راه دابا فاش تنسولوا الاخوان فاش يسولوا فيك انت تجي تهضر لنا على الولايه ديال 2015 ل 2021. لا هضرتي الاغلبيه. انا غادي نعطيك سؤال واسمح لي يا سيد الرئيس. ماذا تحقق؟ واسمح لي عبد الله لا الاغلبيه. انا ما حددتش. وبلاش حطات الجماعه في 2021 صح السؤال الثاني. وبلاش شوف تنجاوب ماشي السؤال اللي عطيتي نجاوبك باش انا مجموعه من الاجوبه سيد الرئيس اللي عطيتي الاخوان فكانت ما بين الولايه ديال 2015 غير انت كنتي رئيس فيها. مش هذا راه فخر ليك يعني، ما عندكش علاش تقلق. خاص تكون هذاك شويه سيطرح. ماذا اعطيني انا غنعطيك سؤال واضح. ماذا تحقق من برنامج عمل الجماعه خلال نصف الولايه؟ اشنو اللي تحقق خلال نصف الولايه بلي ديتاي فقط، ما تهضرش لنا 2015. شكرا السي عبديله. فيما يخص البرنامج عمل تصنت لي غنجاوبك على كل حاجه. شوف كل حاجه احنا مستعدين كامل الاستعداد على القادم. فيما يخص البرنامج عمل اللي عندنا احنا ولكن هنا كله كاين. باش نعطيكم باختصار كل الحاجه شنو هو فيها. في 2023 كانت عندنا حفر الابار، كانت عندنا 5 الابار الحفر ديالهم تقاموا. كانوا منهم 3 في العشاشقه. باش نزيدك في هذه النقطه، كانوا منهم 3. كان واحد حفر وجوج تعمير عند العشاشقه، وكان 2 عند ولاد حمادي في الغابه لتحت هادو دازو. اصلاح خزان الماء باش نزيدو 2023 هكاك. اصلاح المعدات ديال الاناره راه تقامت، راه باقا في النهايه ديالها، باقي عندهم شي اشكال مطروح لحد الان. راح نراسلوا الجهه باش يسربوا في الاسراع ديال الاصلاح ديالها. ايوا تسنى نكمل وخلينا نكمل دابا. ما خلينا نكمل الكلار ديالي وخلينا نكمل عاد. شوف كمل وقيد السؤال ديالك. سيدي يعني خلينا نكمل. وانت قلتي ما درناش، حيت نقول لك اش درنا. بغيت نعطيك البرنامج عمل نعطيه لك الكلار ديالي. ماشي دابا البرنامج عمل راه نهضروا فيه وثائق باش نهضرش بفمي الكلار ديالي نكونوا واضحين. وبرنامج عمل مصادق عليه السيد العام ومصادق عليه المجلس كما سيد الرئيس باش نكونوا واضحين. 2023 نزيدوا بناء واصلاح منشآت فنيه للمسالك التابعه لدواوير ولاد حمادي العشاشقه المعادنه. ها هي تم انجازها. لازم تمش الانجاز ديالها. ماذا تحقق؟ لا غنقول لك علاش ما تمش الانجاز ديالها. انا غنقول لك انا جايك دابا نكمل وهذيك الساعه وجاوبني وكل حاجه غنقول لك شنو هو فيها. وعندك اخويا بناء منشآت فنيه وتقنيه بجمع انجاز المركز وعليه عند مدخل مدينه وادي زام. دابا فيما يخص هذه الانجازات من بعد درنا درنا دراسه لشي قناطر. التكلفه ما كافياش، ما يمكنش التكلفه ما كافياش وغنزيدوا بها لقدام. راه مستحيل القضيه باش نديروا انجاز ديال المشروع والتكلفه ما كافياش. دار الدراسه ديالو في المثال المونطور واصل 20 مليون وحنا عندنا 10. واش غنديروه؟ ما يمكنش. الاعتمادات راه تحولت للسنه هذه وغنقدروا نزيدوا اعتمادات اخرى وغندوزوا المشروع ديالنا. ما عندنا حتى شي اشكال. اذا تحقق يعني منذ 2021 خلال الولايه ديالكم نصف الولايه هو حفر الابار، يعني 3 ديال الابار في العشاشقه
2030. انا قلت لك نصف الولايه، عطيتيني الحصيلات نصف الولايه حاضر 5 اعضاء. هضرك السيد الرئيس انا من الضغط سواء قلت لك ماذا تحقق برنامج عمل جماعي في نصف الولايه اللي بقات تستطيع اللي قبل شوف السقايد قلت لك 2022 السقايد تحطات 2022 لا داير تكون واضح راه كل شيء كاين بغيت تهاوط برنامج عمل باش نعطيه لك باش نكونوا واضحين في هذه الامور الله يرضي عليك باش نكونوا واضحين تحقق الطرق داكشي اللي دازوا في 2022 23 في البرنامج العام كلشي تحقق ما عدا شي حوايج اللي ما وصلناهمش راه هما هادو اللي قلت لك الدراسات دارت الدراسه ديال الطرق داروا كلهم ودفعناهم لان الجامعه راه ما يمكنش غادي تكون شريك باش غتدخل مع الجهه في المثال ب 30% في نظري ديال الجامعه اش عندها تدخل لا دارت الدراسه كاين الجامعه اللي مصاب باش دير الدراسه اليوم قسما بالله الدراسه ما صايبش باش ديرها